بسم الله الرحمن الرحيم. ازاي نخلي الجنيه المصري بيساوي $1 بمساعدة مادة الاوبريشن مانجمنت والفصل الفوركاستنج اللي هو التوقع. يعني لو عندنا رقم واحد، هدفنا ان نخلي الجنيه المصري يساوي $1 امريكي، وكنا احنا درسنا رقم اتنين مادة الفوركاست، مادة الاوبريشن مانجمنت، وفيها حتة شابتر اسمه فوركاستنج. ممكن نعمل ايه؟ واحد، ألف في فوركاستنج، إن القديم، الحاجة القديمة غالبا هتحصل، فبنتوقع إن طالما حصل قبل كده كل ما بيحصل كذا كل ما بيجي الصيف الدنيا تبقى حر، كل لما مثلا بيجي عيد ميلاد واحد بنجيب له هدية، كل لما واحد مثلا بيستأذن كل محاضرة في نصها، أيا كان اللي بنتوقعه احتمال كبير يحصل، مش أكيد بس احتمال كبير. طيب، من القديم في مصر كل واحد همه مصلحته، صح، انا بشجع جيبي اكسب وخلاص. طب نستغل الموضوع ده ان احنا نخلي الجنيه بدولار. ازاي؟ عن طريق بقيه النقط اللي هقولها اللي هم 30. احنا دلوقتي داخلين على رقم 5. مثلا في البورصه مثلا في مصر وبعض الدول منهم مصر اللي بنتكلم عليها، البورصه عايشه بالاشاعات، فنستغل الموضوع ده بذكاوه وحكمه ان احنا نخلي الجنيه بدولار وبطريقه صح. في مشاكل بتخلي الجنيه واقع، وبيقع من زمان وفاضل لغايه من قبل، من الثلاثينات والاربعينات لغايه 2023، يعني يمكن في ال 100 سنه 90 ولا 100 سنه اللي فاتوا، من سيء لاسوء. طب الحل، المشكله في ايه؟ اذا عرف السبب قد يبطل العجب. المشكله فقر العقل بتاع اغلب المصريين، وفقر الفقر المادي والحالة بتاعت اغلب كتير من المصريين. طب اتنين، اعداء مصر واعداء عشان هنتمسك هنا احتمال. طيب، ايه تاني؟ مش عاوز اقول stupidness، اللي هي الغباوة بتاعت كتير من الناس، والروحانيات السيئة مهما كانت خلفيتنا روحانية. طيب، الحل ايه؟ رقم 9. من 9 لغاية 30 هبتدي اقول الحلول ان شاء الله. يعني عندنا كده اتكلمنا في 8 نقط اللي هم عاوزين، اللي هو عاوزين جنيه بدولار. وبعد كده في الفوركاستنج 2 اللي حصل في اوبريشن مانجمنت، ماده حته الفوركاستنج القديم غالبا هيحصل. طيب 3، كل واحد هم مصلحته. 4، عاوزين نستغل ان كل واحد هم مصلحته، ان احنا نخلي مصلحه كل واحد ان هو يكسب، ان الجنيه بدولار حاجات ترخص ان شاء الله. طب 5، نستغل الاشاعات اللي في البورصه ان احنا نخلي الجنيه بدولار والحاجات ترخص والدنيا تبقى حلوه اقتصاديا. 6، المشكله 6 و7 و8 المشكله اللي هم ايه؟ فقر العقل وفقر الحاله. 8 الاعداء دول نوفي تفاصيل. 7 اعداء. 8 الروحانيات مع اللي خلقنا، او ايا كان روحانياتنا ايه، سيئه وحشه، مش ممتازه، وحشه مهما سواء خلفيتنا روحانية مسلمين مسيحيين ايا كان ديانتنا ايه، روحانياتنا زي الزفت للاسف. يقال ان بره هم في اسلام من غير مسلمين. في مصر وكثير من الدول الاسلاميه والعربيه في مسلمين بطاقه او بالباسبور، او مسلمين من غير اسلام. المهم، الحلول ايه بقى؟ من 9 ل 30 دي هتبقى الحلول ان شاء الله. رقم 9، نقطة رقم 9، نركز على الصناعات الصغيرة. الصين اقتصاد رقم 2 أو 3 في العالم دلوقتي في 2023، بسبب إن هي صناعات صغيرة. وفي الخدمات، الصناعات فيها بتكسب أكتر من الخدمات. أغلب العالم اللي اقتصاده عالي واللي اقتصاده متوسط واللي اقتصاده واطي، الخدمات تفوق الصناعة. لا، هم بيكسبوا الصناعة GDP
اجمالي الناتج المحلي بتاع الصين يعتمد على الصناعه اكتر من الخدمات. اغلب العالم ما كانش كله يعتمد على الخدمات اكتر في اجمالي الناتج المحلي عن الصناعه. طيب نحاول نزود الصناعات الصغيره بطريقه كبيره ونصدر. تمام. اتنين اللي رقم 9، 2 من 22 اللي هو هتبقى رقم 10. نصنع ونخلق براندات كتيره ممتازه للبس، زي حاجات منافسه وشبه اديداس ونايكي واتش ام الخ. تمام. 11 نخلي عندنا اونلاين ستورز كتيره ممتازه تنافس امازون او احسن من امازون بمشيئه الله. 12 نركز في عمل الاف المصانع الكبيره والمتوسطه والصغيره ونصدر. 13 نركز في جعل وعمل الزراعه ممتازه جدا بكل الطرق الممكنه الذكيه. 14 نركز على السياحه الرياضيه بذكاء. 15 نركز على السياحه الطبيه بنجاح بذكاء بعد ما نخلي الطب حلو. ممكن نحاول نخلص الكلام ده في زمن قياسي بقى في الشهور، نخلي الجنيه بالدولار بمشيئه الله لو قدرنا. احنا فوق ال 100 مليون انسان. طيب 16 نحاول نصنع ونخلق ملايين المليونيرات في مصر. مثلا فيها 120 مليون، يبقى فيهم نصهم او ربعهم او ثلاث ارباعهم مليونيرات او اكتر. نخلق او نصنع مشيئة الله مئات الالاف من المليارديرات. دلوقتي المليارديرات في العالم كلهم 2000 وشويه او 3000 وشويه، احنا عاوزين مصر فيها فوق ال 200 300 الف، اكتر من مليارديرات العالم ب 100 ضعف. طيب 18 نفتح كافيهات اسمها كيف تصبح مليونير، كافيه كيف تصبح ملياردير، كافيه كيف تصبح تريليونير، ونعلم الناس ازاي يبقى مليونير وملياردير وتريليونير بعد ما الناس تعرف توصل مشيئة الله بطريقه صح حلال. 19 نفتح اكاديميات او مدارس اسمها كيف تصبح مليونير، وواحده ثانيه كيف تصبح ملياردير، ونعلم الناس ازاي ونساعدهم ان هم يوصلوا. 20 نحاول نعمل حاجه زي ويسترن يونيون في دول عربيه او دول عربيه ودول اوروبيه او دول عربيه ودول اوروبيه ودول اسلاميه ان شاء الله في العالم كله. وعندنا حاجه زي ويسترن يونيون هتحسن مستوى الجنيه بطريقه عاليه قوي بمشيئه الله. 21 نخلق ونعلم ونزرع الاخلاق اللي تبقى موجوده كويسه في الناس. تمام. 22 نخلي مصر رقم 1 في الدنيا في بعض الصناعات وبعض الزراعات على الاقل، وفي فيلدز كتيره، يعني في كذا حاجه زي الزراعه والصناعه والسياحه وفي كذا مجال. طيب نحاول نخلي من 100 مليون كل مليون فيهم واحد بس تريليونير. لو كل واحد معاه تريليون دولار في 100 واحد يبقى معانا فوق ال 100 تريليون دولار او على الاقل 100 تريليون دولار. كده خلاص نص اتعشت. يعني امريكا في 2022 ولا 23 هي والصين الاثنين مجموعهم ما عندهمش 75 استثمار الناتج المحلي بتاعهم مش 75 تريليون دولار، زائد ان عندهم ديون كتير. طيب دلوقتي وصلنا لرقم كام؟ 24 نحاول نخلق ونزرع العدل، الدولة اللي فيها عدل. اتقوا الله ما استطعتم. نخلق العدل في حلبة الاقتصاد والعمل والمال، والنزاهة والصلاح اللي عكس الفساد، والاخلاق الحلوة وعكس السرقة اللي هو يعني الواحد يمشي في الحلال، وعكس والناس تبطل تشربه بقى سواء سجاير او ايا كان حاجة غلط تانية. رقم 25 نخلي اغلب البشر المصرية العالم الجسدي والفيزيائي بتاعهم ممتاز، بياكلوا اكل صحي وبيشربوا حاجات صحيه مشروبات صحيه، رياضيين بيلعبوا رياضه وعضلات، وعالمهم الفيزيائي والجسدي ممتاز. 26 نخلي اغلب المصريين مشاعرهم بيحبوا الخير لبعض، مفيش حسد مفيش حقد، في حب الخير، في دين تدان ولو بعد حين، مشاعرهم ممتازه. 27 العالم العقلي يبقى الناس عباقرة او اذكياء او عندهم حكمة او كل الكلام ده واكتر. العالم العقلي بتاعهم نضيف قوي وبيقروا اقرا.
28 العالم الروحاني ممتاز مهما كانت خلفياتنا الروحانية لأغلب أو كل المصريين. 29 اينشتاين قال الكلمة كل شيء عبارة عن طاقة، وهذا كل ما في الأمر. اعمل على مطابقة ترددات الواقع الذي تريده وسوف لن تحصل على مساعدة، بل على ذلك الواقع قد لا يكون هناك طريقة أخرى، وهذه ليست فلسفة، هذه فيزياء. أول حاجة تخلي طاقتنا تردداتها وذبذباتها مساوية لترددات وذبذبات وطاقة الهدف اللي احنا عاوزينه اللي هو الجنيه بالدولار، والناس مليونيرات مليارديرات تريليونيرات كده. 2 هالاتنا وشكراتنا إيجابية وعالية وممتازة. طيب الهالة اللي بتبقى حوالين الطاقة اللي حوالين الإنسان، الشكرة اللي هي 7 شكرات رئيسية، العقد اللي هي نفسات في العقد، المركز تجمع طاقة 7 رئيسيين و حاجة 20 يمكن فرعين، شكرة التاج فوق الراس، شكرة الأجنة العين التالتة، شكرة الحلق، شكرة القلب، شكرة الدرفية الشمسية فوق المعدة في أعلى حتة في المعدة، شكرة الجنس والقارة. طيب نخليهم برضو طاقتهم إيجابية وممتازين وجيدين وعاليين كطاقة. زائد إن احنا نخلي كل ده في 29، زائد نخلي طاقتنا الروحانية الجسدية العقلية المشاعرية الايموشنال اللي هي الحسية عالية وإيجابية وممتازة. زائد نخلي موهبتنا لأغلب المصريين، كل الكلام ده الأغلب أو كل المصريين، نخلي موهبتنا الاجتماعية والإبداعية والعقلية والجسدية عالية وممتازة. رقم 30 ناخد بكل الأسباب الدنيا والآخرة، الروحانية والغير روحانية، العقلية والجسدية، الممكنة وغير ممكنة، نحقق ميشن امبوسيبل، المهمة المستحيلة بمشيئة الله على قد ما نقدر عشان نحقق الجنيه بدولار. وشكرا، سلام عليكم.